هاد البنت في عمرها 17 عام غيلقاوها مقتوله في وسط من واحد لافاليز ومرميه في واحد الخلا حدا السكه ديال التران. قضيه اللي تراند وكلشي هضر عليها واستنكر هاد الجريمه البشعه في حق هاد البنت. شكون اللي دار فيها هاد الحاله وعلاش وكيفاش؟ خليكم معايا باش نعرفوا التفاصيل والاحداث ديال هاد القضيه. القضيه ديالنا غتدينا لاستراليا وغنبداوها من عند واحد السيد اللي سميتو سايمون بيتر كارمين. هاد السيد تزاد في عام 1980 وكان كيعيش في مدينه روكينغام اللي جات غرب استراليا. عاش في هاد المدينه لسنوات اللي كثيره وبزاف ديال السنين وهو كيعيش في هاد المدينه. سيمون كان كيعيش في واحد الديبو، هذوك البنايات اللي كيكونوا على شكل قصدير، كيكونوا مبنيين بالقصدير بالحديد. هذيك هي الدار ديال سيمون وتما فين كان كيعيش. وكانت وقعت ليه واحد لاكسيدون ملي كان كيخدم شيفور ديال واحد الرموك. هاد لاكسيدون غادي تسبب ليه واحد العجز وواحد المشكل في الصحه ديالو. على هاد الشيء غادي يبدا ياخذ واحد التعويض، ومن ديك الساعه وهو كيعيش غير بالفلوس ديال داك التعويض. كيقولوا عليه الناس ديال ديك المنطقه اللي كيسكن فيها بانه واحد الشخص اللي منعزل وكيغلب على الوجه ديالو الطابع ديال الحزن، يعني كيبان في الوجه ديالو حزين بزاف، بانه واحد الشخص اللي ما مقبولش نهائيا وما كيدخلش للخاطر ديال الواحد. كان واحد الانسان اللي خايب فمو خايب، كيبقى يهين في عباد الله، كيبقى يعاير فيهم، كيبقى يقول لهم الفاظ اللي خايبه. اي واحد دار ليه اي حاجه بسيطه كيبقى يسبو كيبقى يعاير. المهم كان واحد الانسان اللي خايب وحتى شي واحد ما كيحملو. هاد سيمون كان كيعيش في الظروف ديال القذاره وديال الفساد كما كيقولوا الناس اللي ساكنين حداه. كان كيعيش في الوسخ، كان كيتعاطى المسكنات والمخدرات بجميع انواعها. هاد الانسان كان عنيد لواحد الدرجه اللي خايبه، وحتى في الشكل ديالو التصرفات ديالو ثقيل بزاف. يعني بحال مثلا المشيه ديالو ثقيله، ما كيتحرك غير بزز، كيرمي الخطوه بزز، كيبقى يشوف وكيطول، كيبقى مستوه، كيبقى حل فمو، يعني ثقيل في التصرفات ديالو في الحركات ديالو. سيمون غادي يبداو المشاكل ديالو مع القانون من بعد ما غيوري لواحد صاحبو الكوليكسيون ديال المكاحل اللي عنده. ومن بين هاد المكاحل اللي كانوا عنده كانت عنده واحد المكحله من نوع شوتغان. القانون في غرب استراليا كيفرض عليك باش تخبي السلاح بوحدو والقرطاس بوحدو، ولكن هو كان حاطهم كاملين في واحد الصندوق. البوليس من بعد ما توصلهم هاد المعلومه ويعرفوا بان السيد خازن السلاح وخازن معاه حتى القرطاس، غادي يجيو وغادي يحجزوا ليه على السلاح ديالو وغادي يديوه ليه. كيف ما قلت لكم في الاول بانه كان دار ديك لاكسيدون، ملي دار ديك لاكسيدون كانوا حيدوا ليه البيرمي ديالو. وفي سنه 2024 وبالضبط في يوليوز غادي يدير الاستئناف باش يرجعوا ليه البيرمي ديالو، ولكن ما قبلوش ليه وخسر الدعوه. بكل بساطه خسر الدعوه لانه عنده سوابق في السوقان، كان كيقتل الناس، كيضرب الناس، كيدير الفوضى في الشوارع، كيدخل في المحلات كيهرسهم، كيدخل في البيبان ديال المحلات، كل مره كيدير شي فضيحه وكل مره كيدير اكسيدون. على هذا الشيء حيدوا ليه البيرمي ديالو وما بغاوش يرجعوه ليه واخا استانف. وفي اواخر عام 2025 غادي يقرر سايمون باش انه ينتقل لدوله تايلاند وبالضبط في مدينه باتايا الساحليه. هاد باتايا واحد المدينه اللي معروفه بالشواطئ ديالها، البحوره ديالها، واحد المدينه اللي سياحيه وفيها الحياه الليليه بزاف وفيها الدعاره، فيها التجاره الجديه، واللي بغى يسافر وبغى يستمتع وبغى يدوز شي وقت اللي مختلف وبغى يبدل الجو فكيمشي اكثريه لهاد تايلاند لانها واحد المدينه ديال الترفيه بامتياز. هاد المدينه كتلقى عامره بزاف بالاجناس وعامره بزاف بالاجانب، وكل واحد منين جاي باش يدوز العطله ديالو الرحله ديالو. كان الهدف ديال سيمون من هذه الرحله باش انه يدير واحد العمليه على الظهر ديالو، لان في استراليا الاطباء رفضوا باش يديروها ليه، فعلى هذا الشيء مشى لتايلاند باش يديرها تما. وزيد على هذا الشيء حتى المعيشه تما رخيصه، فعلى هذا الشيء قرر باش انه يمشي لتما باش يدير هذه العمليه وفي نفس الوقت يعيش تما، حيت بالنسبه ليه تما المعيشه رخيصه مقارنه مع استراليا. سيمون غادي يكري واحد لابارطومون اللي جات في الطابق 15 في واحد المجمع اللي سميتو رمحات جونتين، وغادي يكريه ب $224 شهريا. سيمون واخا مشى حتى للنصف ديال الكره الارضيه الاخر باقي كيف ما هو، باقي السلوك ديالو كيف ما هو، عدواني، خايب، انسان عنيف، انسان فمو مسخ كيف ما كنقولوا، واحد الانسان اللي ما كيدخلش للخطر وباقي ثقيل كيف ما كان. المشيه ديالو ثقيله، الهضره ديالو ثقيله، الشوفات ديالو ثقيلين. سيمون كان عنده واحد المشكل انه ما كانش كيقدر ينعس، كانت عنده واحد الصعوبه في النعاس. على هذا الشيء كان كيفضل انه يخرج يبقى يدور في الليل ويبقى يدور حدا البحر ويبقى يدور حدا الشواطئ ويبقى جالس غادي جاي حتى كيصبح الحال، حيت ما كانش كيقد انه ينعس بالليل.
في هذا الاثناء وبالضبط نهار 16 يونيو 2026 غادي تقرر واحد البنت باش انها تسافر حتى هي لهاد المدينه. هاد البنت سميتها تونشيانوك دون هومالا واللي كيقولوا ليها كيك، والعمر ديالها 17 عام. هاد البنت غادي دير واحد البروغرام مع صحاباتها باش انهم يسافروا ويستمتعوا في هاد المدينه اللي سميتها بطايا واللي كاين فيها سيمون. كيك هي الوحيده عند الاب ديالها، ما عندها لا خوتها بنات ولا خوتها ولاد، هي الوحيده عند الاب ديالها وكتعيش هي وباها ومرات باها في واحد المدينه اللي سميتها كالاسين واللي جات بالضبط في شمال شرق تايلاند. كيك كانت كتبيع الفواكه في واحد الرومبوان باش ترزق الله وتعاون راسها وتدبر على راسها. المهم من بعد ما دازت واحد المده غادي تقرر هي وصحاباتها باش انهم يمشيو لبطايا باش يستمتعوا بالعطله ديالهم، وكان الهدف ديالها من هاد المشيه هو انها بغات تمشي تشوف البحر وبغات تدوز الوقت ديالها في البحر وتستمتع في البحر، حيت كنظن في هذيك المدينه اللي ساكنه فيها ما كانش فيها البحر. كيك غادي تعطيها جدتها واحد شويه ديال الفلوس باش تعاون بهم راسها الا بغات تشري شي حاجه باش تستمتع اكثر ويكونوا عندها الفلوس في جيبها اكثر. فغادي تدور معاها وغادي تقول لها زيدي هاد الفلوس على داكشي اللي عندك باش تزيدي تستمتعي اكثر، واللي خصاتك تشريها واللي خصاتك بغيتيها، المهم ما تكونيش مزيره. فعلا داكشي اللي غدير كيك، غتشد دوك الفلوس وغادي تمشي للبطايا هي وصحاباتها. داكشي اللي كان كيك غادي تمشي مع صحاباتها، غادي يدوزوا واحد الوقت زوين في البطايا، غادي يستمتعوا، غادي يديروا داكشي اللي بغاو، غيمشيو للبحر، المهم غادي يديروا داكشي اللي على الجو وغادي يستمتعوا بالطريقه اللي بغاو. ومن بعد ما غادي تدوز 10 ايام وبالضبط نهار 26 يونيو 2026 كيك غادي يغبر ليها الاثار وصحاباتها ما غيبقاوش يعرفوها فين مشات. صاحبتها غادي تقرر باش انها تمشي تبلغ الشرطه وتقول لهم شنو كاين، وبالضبط مع 11:36 دقيقه ديال الصباح غادي تمشي صاحبتها لعند البوليس وغادي تقول لهم راه صاحبتي كيك راه ما عرفناهاش فين مشات. اللي عقلنا وعرفنا هو انها كانت مشات مع واحد السيد اللي اجنبي، يعني واحد القاوري، ومن تما ما عاودناش شفناها وما عاودناش سمعنا عليها شي حاجه. البوليس غادي يقولوا لهم قولوا لينا من اين بلاصه هزها هاد القاوري ومن اين بلاصه مشات معاه. البنات غيقولوا ليها راه مشات معاه من المنطقه الوفلانيه، يعني من البلاصه اللي حدا البحر. هاد البلاصه كنظن سميتها بيشرود ولا شي حاجه بحال هكا. البوليس غادي يرجعوا للكاميرات اللي كاينين على داك الشارع وغادي يفرغوهم باش يشوفوا فين مشات ومع من مشات واين طريق شدات. وبالفعل غادي يلقاو بان كيك نهار 25 يونيو يعني البارح ديال داك النهار اللي بلغت به صاحبتها، غادي يلقاو بان كيك غاديه مع واحد الشخص مشاده معاه اليدين وغاديين ودخلوا لواحد العمارات. فاش غيمشيو البوليس لديك العماره باش يطلبوا منهم انهم يفرغوا لهم كاميرات المراقبه، وداك الشيء اللي غادي يوقع البوليس غادي يفرغوا دوك الكاميرات وغادي يشوفوا بان كيك كانت داخله مع واحد السيد لديك العماره وركبوا في لاسانسور وطلعوا بالضبط للطابق 15. طلع معاه في لاسانسور وغادي يطلعوا للطابق 15 وغادي يدخل مع داك السيد لابارتمون ديالو. وهذه كانت اخر مره غادي تبان فيها كيك في الكاميرات، وكانت اخر مره غادي تبان فيها كيك على قيد الحياه. ومن بعد ما دازت 18 ساعه يعني على ديك الوقيته اللي دخلت فيها كيك لديك لابارتمون ومع 9:25 دقيقه بالضبط ديال الليل غادي يبان بان ثاني داك الراجل خارج من العماره وهز معاه واحد لافاليز اللي كتبان ثقيله وعامره، هزها وحطها فوق واحد الموطور وشدها بالسماطي وبدا غادي شاد الطريق في الاتجاه ديال السكه ديال التران. غادي يبقى غادي حتى ما غيبقاوش الكاميرات ديال الشوارع شادينه، ولكن من بعد واحد الدقيقه اللي قليله غادي يبان لهم ها هو راجع مع 9:57 دقيقه بالضبط ديال الليل، غادي يبان لهم ها هو راجع ودخل ثاني للعماره ودخل لابارتمون ديالو فين ساكن. البوليس هنا خاصهم يتعرفوا على الهويه ديال هذا الشخص شكون هي، فبكل بساطه غادي يمشيو لديك العماره وغادي ياخذوا المعلومات ديال شكون هو السيد اللي كاري هذيك لابارتمون. غادي يعرفوه بانه هو داك سيمون اللي عاودت لكم عليه في الاول، وبانه واحد الاجنبي وراه جاي من استراليا وراه عايش هنا واحد المده اللي طويله، يعني راه شهور اللي كثيره كيف ما قلت لكم من 2025 من الاخر ديال 2025 وهو عايش تما. فبكل بساطه غادي يكونوا كاع المعلومات ديالو كاينين عند الناس اللي مكلفين في ديك العماره. البوليس بكل بساطه غياخذوا هذوك المعلومات وغادي يرجعوه روشيرش، حيت غيلقاوه خرج وما غيلقاوش في ديك لابارتمون ديالو، حيت فاش غادي يمشيو يدقوا عليه غيلقاوه ما كاينش وغيلقاو انه اصلا مشى وهز حوايجو وكان ناوي باش يهرب من البلاد. فاش غادي يعاودوا يرجعوا الكاميرات ديال المراقبه بالفعل غادي يلقاو بان السيد خرج مع 2:26 دقيقه في الوقيته ديال الظهر، غادي يلقاوه بانه خرج وهز حوايجو على اساس انه كان غادي يهرب. ونهار 27 يونيو 2026 وبالضبط مع 1:15 دقيقه ديال الصباح الشرطه التايلانديه غادي تلقي القبض على سيمون في مطار سوفرنابومي في بانكوك. غادي يلقاوه انه مقطع الطياره اللي غاديه لمدينه بيرت في استراليا، ومن بعد 15 دقيقه كانت الطياره غادي تقلع وغادي يهرب
وغادي يخرج من البلاد. ولكن الحمد لله غادي يشدوه وغادي يلقيو عليه القبض. مازال الطياره ما تحركاتش ومازال الطياره ما قلعاتش. وفي ديك الوقيته نيت ومن بعد واحد الدقائق اللي قليله سيمون غادي يشدوه مع 1:15 دقيقه ديال الصباح، ولكن مع 1:30 ديال الصباح غادي يلقاو ديك لافاليز اللي لاحها سيمون حدا السكه ديال التران في واحد الخلا تمايا اللي فيه الربيع. هاد السكه راه ما بعيداش بزاف على داك المجمع السكني اللي كيسكن فيه داك سيمون، راه بعيده غير بشي 10 ديال الدقائق على ديك البلاصه اللي كيسكن فيها سيمون. الشرطه فاش غادي يحلوا ديك لافاليز غادي يتصدموا حيت غادي يلقاو قدامهم واحد الجثه، وهاد الجثه هي ديال كيك. غادي يلقاو كيك مقتوله بواحد الطريقه اللي بشعه، غادي يلقاوها عريانه كامله وغادي يلقاوها واكله العصا وغادي يلقاو الدم خرج ليها من نيفها ومن فمها وغادي يلقاو انه تعدى عليها حتى بالطريقه اللي كتعرفوا. سيمون فهاد الوقيته غادي يتوجهوا ليه بزاف ديال التهم، منهم القتل مع سبق الاصرار والترصد واخفاء معالم الجريمه واخفاء الجثه ومحاوله الهروب حيت كان غادي يهرب. وفي نفس الوقت استغل البنت اللي قاصر جنسيا وهذا الشيء ما كيسمحش به القانون وكيعاقب عليه القانون. والعقوبه ديال هذه الجريمه في تايلاند تقدر توصل من 15 عام حتى ل 20 عام ديال السجن، وتقدر توصل حتى لعقوبه الاعدام. البوليس فاش غادي يواجهوا سيمون في الاول غادي يبدا يراوغ وغادي يبدا يكذب وغادي يبدا يقول لهم لا حكا راني انا نعست ما شفتهاش فاش خرجات ما شفتهاش، راه ما رديتش ليها البال، انا ما قتلتها ما قصتها ما درت ليها حتى شي حاجه، هي جات معايا دوزات معايا الليله ولكن انا فاش نعست فقت ما لقيتهاش، يعني خرجات في الوقيته اللي كان ناعس فيها. يسحب ليه واش البوليس مكلخين ولا الكاميرات ما كاينينش ولا كيفاش فكر هو الله اعلم. ملي غادي يواجهوا غادي يبينوا ليه في الكاميرات وغيقولوا ليه راه حنا شناك دخلتي معاها وما عاودتش خرجتي انت وهزيتي لافاليز ولافاليز اللي كنتي هاز هي اللي لقيناها فيها، دونك انت راك هزيتيها في ديك لافاليز وخرجتيها من تما حيت البنت ما عاودتش خرجات. غادي يبقى ناكر وغادي يبقى متشبت بالاقوال ديالو، غيقول لهم لا انا ما شفتهاش، لا حكا داكشي اللي كيبان في الكاميرا ماشي حقيقي، لا حكا هادي. المهم بقى كيحاول انه يراوغ مع البوليس وما بغاش يعطيهم راس الخير، حتى كيبانوا للبوليس واحد القمشات في العنق ديالو في يدو. قالوا ليه منين جاوك هاد القمشات؟ قال لهم واقيلا شي عنكبوته يعني شي رتيله واقيلا هي اللي نتفاتني وهي اللي قمشاتني. قالوا ليه العنكبوته عندها لماس في يديها وفي رجليها. قال لهم ممكن انا ما عرفتش انا منين جاني هاد الشيء. بغى يستحمر البوليس كيسحب ليه واش مكلخين ولا ما كيفهموش واش كاينه شي رتيله غادي دير بحال هاد القميش في الانسان. من بعد واحد الضغط اللي كبير على سيمون، هنا سيمون غادي يبدل الاقوال ديالو، غادي يقول للبوليس بان الوقيته اللي كنت كنتمشى فيها حدا البحر تلاقيت مع كيك وقلت ليها باش انها تمشي معايا الخدمه جنسيه، يعني باش انها دوز معاه الليله مقابل انه يعطيها 30 دولار امريكي يعني 300 درهم مغربيه. كيك قبلات بهذا العرض وقالت ليه واخا ومشات معاه، ولكن ان فوا غيدخلها لابارطومون بالضبط غيدخلها للشومبر غادي يقول لها راه ما غنعطيكش هذا المبلغ كامل، راني غادي نعطيك غير 15 دولار امريكي، يعني غادي نعطيك 150 درهم مغربيه، من 300 درهم ل 150 درهم مغربيه يعني النص ديال الثمن. قال لهم باللي فاش قلت لها هاد الهضره وقلت لها هاد العرض ما عجبهاش الحال، تعصبات بدات كتغوت وهي تجبد واحد الموس وهي تحطوا ليا على عنقي وبدات كتهدد فيا وبغات انها تسرقني وبغات تشفرني. فانا بكل بساطه باش ندافع على راسي شديتها باليد الاخرى قلبتها وشديتها بقيت كنضرب فيها وشديت عليها حتى انا الموس وما عرفتش اش كنت كندير حتى تعرفت راسي انني قتلتها، وهذا الشيء كله راني درتو غير باش ندافع على راسي وصافي. قالوا لي البوليس ملي انت كتامن بانك بريء وهي اللي تعدات عليك وانت غير دافعتي على راسك، علاش ملي قتلتيها ما جيتيش ديكلاريتي وقلتيها شنو كاين؟ علاش مشيتي كنتي باغي تهرب لبلادك؟ قال لهم الا انا بقيت هنا غادي تشدوني وغادي تطبقوا عليا اقصى حكم وانا ما داير والو، انا غير دافعت على راسي. فعلى هذا الشيء قررت باش انني نهرب لبلادي ونمشي لبلادي حيت في بلادي غادي نصف وما غاديش يتعداو عليا وما غاديش يظلموني وما غاديش يرجعوني لتايلاند واخا نتوما تطلبوا انهم يرجعوني، وغنتحاكم تما وتما غيكون الحكم مخفف شويه مقارنه مع تايلاند. قالوا لي دابا كمل لينا اشنو درتي من بعد ما قتلتيها؟ قال لهم ملي قتلتها درتها في واحد لافاليز باش انني نمشي لواحد السكه ديال التران ومن بعد غادي نهرب لبلادي. في هذا الاثناء سيمون غادي يدير واحد الفيديو غادي يطلب من البوليس باش انهم يصوروا حيت بغى يوصل واحد الميساج للعائله ديال كيك. غادي يقول لهم باللي انا كنحس بالذنب على هذا الشيء اللي وقع لبنتكم وهذا الشيء خرج على السيطره ديالي وعارفكم غتكونوا حزينين ومفقوسين بحالي تماما وهذا الشيء ما كانش خاصو يوقع وكنتمنى باش انكم تسمحوا لي وتكونوا بخير. وعطى واحد الميساج للناس عامه كيقول فيه عفاكم لما قولوا لبناتكم باش ياخذوا الحذر وما يبقاوش يمشيو مع اي واحد ويردوا البال راسهم ويردوا البال مع من كيمشيو. المهم
المهم هادشي اللي كان في الاقوال ديال سيمون، قال لهم بانني دافعت على راسي، ولكن الشرطه كانت عارفه اش كدير وبحثوا بزاف ولقاو بان الشارع اصلا اللي تهزت منه كيك واللي مشات معاه فيه، هذاك الشارع معروف بالبنات الليل ومعروف بهادشي ومعروف بهذا الفساد. كان الثمن لانه الا بغى يدي شي وحده اللي ماشي قصير فخصو واحد 45 ولا 120 دولار امريكي، يعني 1200 درهم مغربيه ولا 450 درهم مغربيه. هادو هما الاثمنه اللي كيمشيو بهم البنات مع شي واحد. ولكن فاش شاف كيك وعرفها بانها صغيره وبنت قاصر ضحك عليها وطيح ليها الثمن 30 دولار، يعني 300 درهم مغربيه. ولكن ملي وصلها لابارطومون بغا يعاود يضحك عليها مازال وقال لها غادي نعطيك غير 15 دولار، يعني 150 درهم مغربيه. كيك كانت واخا باقا صغيره وباقا قصير كانت عارفه الاثمنه وعرفاتو بانه بغى يضحك عليها وبان الثمن طايح بزاف. على هذا الشيء وقع واحد النقاش بيناتهم ونوضوا الصداع بيناتهم وضربات هي وياه، وحيت سيمون كبير وعنده واحد البنيه اللي جسمانيه قويه كيف ما كتشوفوا انه طويل عليها وغليظ عليها، فبكل بساطه شدها بيدو حتى خنقها وبقى كيضرب فيها ولا شوف شنو دار ليها حتى فقدت الحياه ديالها. ومن بعد تعدى عليها بالطريقه اللي كتعرفوا، ومن بعد هذا الشيء دارها في ديك لافاليز وتخلص منها وكان غيهرب من البلاد. هذا هو الاستنتاج اللي داروا البوليس. وحاليا سيمون راه في واحد الموقف اللي صعيب بزاف واللي يستاهلوا اصلا، حيت واحد الانسان اللي معدي واصلا هو كيعتبر راسو اجنبي، يعني راه ما عرفتش كيسحب ليه راسو واش وقيلا راه حيت اجنبي راه ما غياخذش العقوبه راه ما نعرف شنو، ولكن اللي قتل الروح خاص يتعاقب وخاص يستاهل هادشي اللي غادي يكون فيه. والحبس في تايلاند ماشي اوتيل 5 ايطوال، راه غادي يعيش واحد العذاب وغادي يعيش واحد المعاناه في الحبس ديال تايلاند، خصوصا انه اجنبي قتل مواطنه تايلانديه غادي يدوز ايام كحله في الحبس اللي عامر بالناس وسخون وفيه الناموس وفيه الجراد وما نعرف كاع شنو غادي يكون فيه، فغادي يتعذب وغادي يدوز اكفس ايام حياته تمايا. وما كنظنش انه غادي يرجع لاستراليا، وتايلاند غادي تسمح في حق ديك البنت وغادي ترجع لاستراليا، خصوصا انه حتى في استراليا عنده سوابق ومعروف انه واحد الانسان اللي فيه الصداع بزاف وفيه المشاكل. حتى لهنا القضيه ديالنا سالات، الحكم مازال ما معروفش، القضيه مازال ما بيناش، الخيوط ديال هذه القضيه مازال ما بينينش، لان القضيه باقا جديده. راه يلا وقعت 4 ايام دابا ولا 5 ايام، القضيه باقا جديده بزاف، ما معروفش اشنو غيطرا، واش غيمشي لاستراليا واش غيتحكم في تايلاند. صراحه ما كاينه حتى شي معلومه ولا شي حاجه اللي مؤكده. حاليا راه كيقضي العقوبه ديالو السجنيه في تايلاند بانه يشوفوا اشنو غادي يديروا مع دوله استراليا. كنتمنى باش يكون واحد الحكم اللي قاسي ورادع لاي واحد كيمشي لشي دوله وكيبدا يدير بحال هاد الفعايل وكيبدا يتعدى على البنات وكيبدا يدير راسو راه هو اجنبي، يعني عنده الحق انه يدير في البنات اي حاجه، راه ما غيتحاكم ما غيتعاقب بحجه انا اجنبي وغادي يدافع عليا بلادي وفي الاخر غادي نمشي لبلادي وما غنتعاقبش وغادي نكون دوزتها سلامات. فعلى هذا الشيء كنتمنى باش ان هاد سيمون ياخذ اقصى العقوبات باش يكون عبره لمن يعتبر. والعبره من هذا الشيء هما البنات ديال الليل اللي كيمشيو مع اي واحد، كيجي واحد كيعطيك شويه د الفلوس وكتبداي غاديه معاه، ما عرفتيه لا مريض لا بسيكوبات لا مريض جنسي يقدر يمرضك بشي حاجه جنسيا، السيده شي مرض الله يستر خايب. راه كاين اللي كيبغي ينتقم من البنات، كاين اللي عنده عقده من العيالات كيدي وحده غير باش يقتلها، كيستمتع بداك الشيء كيتلذذ بداك الشيء حيت ديجا كان عنده شي عقده مع شي وحده فكينتقم من العيالات كاملين. راه ماشي اي واحد مشيتي معاه راه غادي بيك لواحد الغرض اللي هو انت غاديه معاه عليه، راه كاين اللي غادي عنده عقد نفسيه بغى يفرغهم فيك. للاسف هذا الشيء كنشوفوه ماشي غير في تايلاند، كاين في العالم كامل، وفين ما مشيتي كتلقى بنات كيرخصوا راسهم وكيغامروا بحياتهم وبصحتهم وكيمشيو مع واحد ما كيعرفوش اشنو فيه، واش مريض واش صحيح واش مريض نفسي واش مريض جسدي، وغاديين معاه على وديت واحد 2 ديال الريالات. ما عرفتيش دوك الريالات انت هي اللي غتشدي تقدري تخلصيهم بعمرك، تقدري تخلصيهم بصحتك، تقدري تخلصيهم بشي مرض اللي ما تلقايش ليه العلاج وتبقاي حياتك كامله وانت كتعي وكتعالجي وما غتلقايش العلاج وتمشي لك الصحه ديالك. علاش الانسان كيمشي في هذا الطريق اللي حرمها سيدي ربي؟ حنا كنهضروا عليها كنهضروا حنا كمسلمين، اما هاد الناس فهم ماشي مسلمين فهاد الشيء عندهم عادي، ولكن حنايا كمسلمين علاش البنات كيحطوا راسهم في هاد المواقف اللي اصلا ربي حرمها؟ سبحان الله، اي حاجه كيحرمها الله سبحانه وتعالى والا ما فيهاش الخير للانسان، واي حاجه كتمشي في طريق الحرام واي حاجه كتمشي في الطريق اللي ما هياش كتصدق النيت في الاخر بحال هكا جريمه قتل اولا شي مرض خايب اولا شي حاجه اللي ما كتبشرش في الخير. الله يهدي ما خلق والله يرد بينا. هاد القصه كنتمنى تكون عبره للبنات خصوصا القصيرات اللي ما كيعرفوش اش كيديروا كيبقاو غاديين مع اي واحد، فانتوما كتلوحوا راسكم للتهلكه وكتلوحوا راسكم للعافيه وتقدروا تعرضوا حياتكم وصحتكم للخطر. خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.